بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في لقاء متجدد من برنامج قوارير. البعض مننا بدأ رمضان بحماس وبهمة وبعزيمة زي كتير مننا، وبعدين بتبدأ الهمة تهدى تهدى وتقل حبة حبة لحد ما بنوصل للأيام المهمة اللي احنا قربنا نبدأها دلوقتي، اللي هم العشر الأواخر من رمضان، وتبدأ الهمة تفتر، وده مش مطلوب أبدا. وفي اللي حاسس مننا بالتقصير والزعل من نفسه وبيجلد نفسه إنه قصر، وإنه اتفاجئ إن الأيام عدت بسرعة، مع إننا كل سنة بنتكلم وبنذكر بعضنا البعض: يا جماعة خلوا بالكم، الأيام بتجري بسرعة، هنتفاجئ إن رمضان جري، وهنتفاجئ هنلاقي نفسنا في العشر الأواخر من رمضان، وإن إحنا اتفاجئنا مكناش عاملين حسابنا. والسؤال دايما بيسأله: طب أنا هلحق أعمل حاجة؟ طب في فرصة؟ طب ممكن أعمل إيه؟ والإجابة: أيوة في فرصة، هتلحق، والعبرة بالخواتيم. عشان كده كانت العشر الأواخر هي ذروة رمضان، وهي الفرصة الأخيرة في هذا السباق الرمضاني في الطاعات والعبادات قبل ما ينزل الستار وينتهي الشهر الكريم. ربنا سبحانه وتعالى اختار من بين هذا الشهر الكريم أيام، واختار من بين الليالي ليلة واحدة، وهي ليلة القدر. قال عنها الله سبحانه وتعالى: ليلة القدر خير من 1000 شهر. ليلة واحدة ممكن تعادل عمر كامل من الطاعة والاستغفار والعبادة، ممكن تمسح ذنوب سنين وتجعلنا من عتقاء هذا الشهر الكريم ومن أهل الفردوس الأعلى، وتفتح لينا صفحة جديدة نقية بيضاء مع رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم تمام العلم قدر هذه الأيام العظيمة، عشان كده كان حاله بيتغير في هذه الأيام. حديث السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت فيه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. يعني اجتهاد بجد وطاعة وعبادة وحضور بقلب وإحساس إن الأيام اللي جاية في قمة الأهمية. في حلقتنا اليوم هنعيش رحلة مع القلوب في هذه الأيام والليالي الطاهرة المباركة. ليه هذه الأيام هي ذروة وقمة رمضان؟ وإيه الأعمال اللي تقربنا لرب العالمين والمستحبة بالأخص في هذه الأيام؟ وكيف ندرك ليلة القدر؟ وكمان هنوجه رسالة مهمة جدا، رسالة طمأنة لكل قلب موجوع أو تعبان أو مش قادر يصوم أو يقوم، ونقول له إن رحمة ربنا أوسع من طاعتنا، وبابه لسه مفتوح لحد آخر ليلة. وكتير من النساء والبنات اللي بيمنعهم العذر الشرعي من الصيام ومن القيام في هذه الأيام الطيبة، وتكون زعلانة وحزينة وبتقول من وجهة نظرها: يبقى كده ربنا غضبان عليا إن أنا يعني لم أدرك هذه الأيام وأنا في يعني في طهارتي إن أنا أقدر أصلي وأصوم وأمسك المصحف. ولكن الكلام اللي بتقوليه ده غير صحيح أبدا. اوعي تشعري بكده. الله سبحانه وتعالى هو اللي أمرك، والله سبحانه وتعالى هو القادر إنه يغفر ليكي ويجعلك من عتقاء هذا الشهر الكريم. اللي منعك عن الصيام أو القيام مش ذنب، ده أمر من الله سبحانه وتعالى، وطاعتك ليه في هذه الأوقات وفي هذه اللحظات هي عبادة. هنقف على كل هذه التفاصيل بإذن الله تعالى مع ضيفتنا اللي مشرفانا، فضيلة الدكتورة منى صبحي، دكتوراه في التربية ورئيس المنتدى العالمي للفكر والثقافة. السلام عليكم يا دكتورة منى، وكل عام وحضرتك بخير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأنتم بكل خير يا حبيبة. أهلا وسهلا فيكم، مرحبا أهلا بكم. ومرحبا بحضرتك. دكتورة، احنا حلقتنا اليوم عن العشر الأواخر، وهي سباق الخواتيم ورحلة القلوب. فخلينا نتكلم عن العشرة الأواخر من شهر رمضان الكريم. ليه الله سبحانه وتعالى جعلها هي ذروة شهر رمضان، وهي ليها ميزة وليها الأفضلية عن باقي الأيام والليالي؟
جزاك الله خيرا. هي فعلا كما تفضلت وذكرت الأول، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الله سبحانه وتعالى عندما يعني تشاء حكمته يختار ويصطفي من الخلق، من الرسل، يعني من الملائكة يصطفي منهم ملائكة، ومن الرسل يصطفي منهم رسل، ومن البشر يصطفي منهم بشر، ومن المخلوقات في الليل والنهار يصطفي أيضا منهم ليالي وأيام عن باقي أيام السنة. فالله سبحانه وتعالى شاءت حكمته أن يصطفي العشر الأواخر، واصطفى رمضان من كل الشهور، واصطفى العشر الأواخر تحديدا عن كل ليالي السنة، فجعلها من أفضل ليالي السنة. وحبذ المؤمنين، ويعني حث المؤمنين على الإقبال على الطاعات والعمل الصالح، سواء في الاعتكاف أو الاجتهاد في التهجد، والاجتهاد في الدعاء والذكر والصلاة، وأيضا في القيام، المقابل رجاء العفو والعتق من النار. يجب أن الواحد يعني دايما كده يتعرض لنفحات الله، ويتعرض لهذه المكرمات. إذا كان الله سبحانه وتعالى يعني أبد في عمرنا من نعيش الأيام والليالي، لكن في أوقات فاضلة، وفي أوقات أكثر فضيلة، فيجب أن ننتبه إليها. وده من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه لا يترك الإنسان هكذا، يبصره ويبشره يعني يهديه إلى الأفضل وإلى الأقوم. فمن هذه الليالي العشر الأخيرة هي فرصة، زي ما احنا بنقول مثلا على مستوانا في الحياة الدنيا، إن احنا بنبقى طول السنة بنشتري وبنتبضع ونذهب إلى الأماكن ونجيب احتياجاتنا. لكن لما بيبقى في موسم اسمه التنزيلات أو التخفيضات أو الأوكازيون، لا، ممكن احنا بنرتب أمورنا المادية، ونرتب أمورنا حتى يمكن الأوقات يعني حركة أيامنا كده بنرتبها على هذه الأيام، لأنه فعلا بيبقى فيها نسبة الخصومات عالية، وفي احتياج لهذه الخصومات، يعني الإنسان بيحاول يدبر أموره. فما بالك بقى ولله المثل الأعلى عندما يعطي الإنسان هذه الفرص. هذه الفرص فيها مضاعفة الأجر، فيها ثواب كبير من الله سبحانه وتعالى ورحمة ومغفرة. فلذلك لما سألت السيدة عائشة الرسول صلى الله عليه وسلم، قلت يا رسول الله، يعني في هذه الأيام إيه أفضل الدعاء؟ قال لا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. يعني وفي طيب رواية احنا للترمذي، احنا اللهم إنك هنتكلم مع عفو حضرتك يا كريم. دكتورة عن أحب نعم. الأعمال المستحبة في هذه الأيام والذكر، ما هو الذكر نعم. المستحب والدعاء المستحب. ولكن قبلها دكتورة منى، كلمينا عن معنى ليلة القدر، وإيه الحكمة نعم. من رب العالمين إنه أخفى موعدها على عباده، والحكمة في الاجتهاد في كل هذه الليالي. هي ليلة القدر دي بقى المفضلة عن الليالي العشر، يعني كمان يعني احنا لما بنبدأ العشر الأواخر، لا، في ليلة القدر هي المفضلة. ليه؟ تفضيلها لأن الله سبحانه وتعالى أنزل فيها القرآن لأول مرة. تعظيم نزوله وتعظيم الوقت ده توكيد كبير وتعظيم من الله سبحانه وتعالى، يقول إنا أنزلناه. يعني هذا التنزيل، هذا القرآن، يعني هي كل الحكاية كلها من موضوع القرآن، اللي هو يتعبد الإنسان الله سبحانه وتعالى بتلاوته. هذا هي كلمات الله سبحانه وتعالى للإنسان لهداية البشر. يعني كيف يتخلى الإنسان المؤمن أو الإنسان المسلم، أو يعني كيف يسير في حياته من دون ما يكون في دليل هداية. فهو ده النور الذي يهديه الطريقة. نحن الآن أمام يعني فضيحة من أكبر الفضائح يمكن حصلت في التاريخ، اللي بنسمعها عن جزيرة إبستين دي. ليه؟ لأنه الناس ضلت. لما بتضل بيبقى فيهم هذا التدني، الحيوانات نفسها تأنف إن هي توصل لهذا المستوى. فالله سبحانه وتعالى امتن على الإنسان بهذا النور، بهذه الهداية، بتنزيل القرآن إليه. فنقطة إن الملائكة، سيدنا جبريل، الله سبحانه وتعالى اختاره من كل الملائكة إنه ينزل من اللوح المحفوظ، يعني تنزل القرآن من اللوح المحفوظ إلى السماء اللي في بيت العزة، اسمه في مكان في سماء الأرض اسمه بيت العزة. بينزل سيدنا جبريل من بيت العزة إلى عند سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في غار حراء بهذا القرآن.
بالنسبة طبعا احنا عارفين أول 5 آيات اقرأ باسم ربك الذي خلق بسورة العلق. بعد كده بدأ ينزل القرآن على مدار 23 سنة من أجل هداية الناس مع الأحداث مع الوقائع مع التغيرات، بس كل ما نزل من القرآن لهداية هذا الإنسان لكي لا يضل ولا يشقى. فتعظيم القرآن إنه نزل في هذه الليلة فعظمت هذه الليلة. شوفوا قدرها قد إيه عظيم جدا. عشان كده بنقول هي أعظم الليالي قدرا عند الله، وأعظم الأعمال التي يتقرب بها الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة. لكن الله سبحانه وتعالى بحكمه أخفى هذه الليلة عن عباده. هي كانت فعلا محددة في الأول لما سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام حب يقولها للصحابة. الصحابة كانوا في حالة اختلاف بشري كده، بيختلفوا مع بعض. فعلى ما يفض الإشكالية معهم كان نسي الليلة، وده كان من رحمة الله سبحانه وتعالى أن تنسى هذه الليلة لكي نجتهد من أول يعني من غروب شمس اليوم إلى 20 لغاية رؤية الهلال شوال. رؤية هلال شوال إما يبقى 29 يبقى هو ده المتمم لرمضان، أو 30 يبقى هو كده شهر كامل. فهذه الأيام العاشرة نتحرى فيها ليلة القدر اللي هي أعظم ليلة، كما قال القرآن إن أنزل في ليلة القدر وما أدراك ليلة القدر خير من 1000 شهر. مش بس إن 1000 شهر العبادة فيها 1000 شهر، يعني لو حطينا الميزان 1000 شهر تثقل به هذه الليلة، يبقى احنا هنا محتاجين حقيقة الأول تعظيم هذه الليلة وتحريها في العشر الأواخر، والشيء الثاني إن احنا نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، نقبل على الله باب الافتقار. ما عادش لنا يعني خيار إن الواحد يعني لا، مش تقضية الليلة ولا تقضية العشر الأواخر، لازم ندخل على الله سبحانه وتعالى من باب الافتقار إلى مغفرته، إلى رحمته، إلى عونه، إلى لطفه، إلى قدره. لازم الإنسان ساعتها يرجع تاني لنقطة العبودية. احنا مقرين لعبودية الله سبحانه وتعالى، بس أحيان كتير الإنسان بيطغى، وأحيان كتير بينسى، وأحيان كتير ممكن عندك حقوق الله وعندك عبادة. ممكن الإنسان كتير مننا يبقى يعني مش بيتجاهل هذه الأمور، لا يقصر فيها. فنرجع تاني على نقطة العبودية، إن إحنا بنتلقى هذا الكتاب من الله سبحانه وتعالى، نتلقى هذا النور وهذه الهداية، ونرجع تاني بنعيد يعني اتجاه البوصلة، إن إحنا عباد والله سبحانه وتعالى رب العباد، وإحنا مكلفين بالعبادة، مكلفين بتصحيح العبادة وتصحيح هذه العقيدة. نعم. طيب دكتورة، إحنا حضرتك طبعا تفضلتي قلتي هي ليلة خير من 1000 شهر كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. طيب فهي ليلة واحدة خير من 1000 شهر، فأكيد المفترض إن فيها إن إحنا يكون ليها أعمال معينة، فضل معين لذكر معين. هل ممكن نخص ليها ذكر معين، طاعة معينة، أي شيء خاص، ولا العشرة كلهم زيهم زي ليلة القدر في الطاعة والعبادة؟ هو إحنا عشان مش عارفين ليلة القدر فين، فإحنا لازم نخص العشر الأواخر دول نتحرى فيها ليلة القدر. يعني إحنا لو محددة عندنا ليلة القدر كنا خصصناها بعبادة معينة، أو زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال للسيدة عائشة يعني ليلة القدر أحسن دعاء فيها اللهم إنك عفو كريم تحب العفو، أو إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. لكن هي الفكرة في إن إحنا غير معروفة هذه الليلة، فإحنا مطلوب مننا بداية من العشر زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيعمل كده، بيشد الهمة وبيشد المئزر وبيوقظ أهله ويتهجد ليله، يقوم بها بالأعمال الصالحة. إيه اللي بيقرب الإنسان لله سبحانه وتعالى في هذه الأيام؟ أول حاجة القرآن، ثاني الدعاء، الذكر، التضرع إلى الله سبحانه وتعالى، الاستغفار، التوبة، كل هذه الأمور طبعا مع الصلاة. كل هذه الأمور إحنا لازم نرجع تاني نعيد برمجة حياتنا في هذه العشر الأواخر على هذه الطاعات. إذا كانت المرأة في بعض الأحيان مثلا مش متيسر لها الصيام الصلاة، فإحنا عندنا باقي أبواب الطاعات موجودة.
ما هو طب الذكر حضرتك والدعاء أثرتِ نقطة مهمة يا دكتورة كنا عايزين نتكلم فيها نعم، قبل ختامنا، نساء نعم، وبنات يعني العذر الشرعي بيمنعهم سواء الحمل أو النفاس أو الحيض نعم، أو حتى لو حامل قراءة القرآن، وتعبانة، فهي شايفة نعم، إن يعني من كتر حزنها والبعض منهم بيقعد يبكي ويقول يعني ربنا مش راضي عني، أنا يعني أنا في حالة سيئة جدًا وإن أنا مش هاقدر يعني أدعي ربنا والدعوة تكون مستجابة لإن أنا مش صايمة، فتقولي لهم إيه؟ لأ هو يعني الإنسان لمّا بيشدّد على نَفْسه ده لم يرد في القرآن، الله سبحانه وتعالى في القرآن والسنة يعني أمر الإنسان المسلم الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى بالقرآن والدعاء والصلاة. طيب إذا كانت إحنا أساسًا الله سبحانه وتعالى يعني أسقط عننا الصلاة في هذه الفترة، لكن في الدعاء، في الذكر، في الأعمال الصالحة، في إمم، التوبة، في الاستغفار. فهي الفكرة إن إحنا ما نحصرش نفسنا في إطار عبادة واحدة وبعدين نلوم نفسنا، لأ الموضوع يعني أبسط من كده بكتير. إحنا محتاجين نعرف فقه العبادة، فقه الإقبال على الله سبحانه وتعالى. لما الواحد بيقبل على الله بقلب سليم، وهي أساسا مأجورة في عدم صلاتها في هذه الأيام، هي إمم، مأجورة لأنه الموضوع خارج عن إرادتها. إمم، فإحنا علينا لما بنحط قدامنا إن الله سبحانه وتعالى هيضاعف الأجر في العمل الصالح في هذه الأيام وفي هذه الليالي، يبقى إحنا بنرتب حياتنا على العمل الصالح، بنرتب حياتنا على نقطتين مهمتين أختي ندى. يعني عندنا حقوق الله وعندنا حقوق العباد. إمم، ما هو العمل الصالح مش فقط الصلاة وقراءة القرآن، العمل الصالح تدبير هذه الأمور. حقوق الله تعالى إن إحنا بالاستغفار والتوبة والدعاء والتضرع والتذلل إلى الله بنقبل على الله بهذا الأمر لعل الله سبحانه وتعالى يعني يرحم ضعفنا وياخد بإيدينا. لكن حقوق العباد، حقوق العباد هنتسأل عليها وهنتحاسب عليها حتى يوم القيامة وإحنا على في الميزان، والله سبحانه وتعالى بيحاسب الإنسان ب يعني ممكن بينه وبين العبد هو برحمته يتجاوز عن أمور، بيستر على العبد بأمور، بيخلص مع العبد فيما بينه وبين العبد. لكن لما يبقى في حقوق العباد فيؤتى به ويحاسب على كل صغيرة وكبيرة في حقوق العباد. إمم، فمن باب أولى إن الأعمال الصالحة في هذه الأيام نرجع تاني نراجع علاقتنا مع الناس، إمم، تأدية الحقوق. يعني الإنسان المتزوجة، الإنسان المتزوج إيه إيه الحقوق المترتبة؟ حق الزوج وحق الزوجة وحق الأولاد وحق الأم وحق الأب وحق الجيران وحق الأهل. إمم، في عندنا أرحام، في عندنا أقارب، في عندنا علاقات اجتماعية، كل علاقة اجتماعية موجودة في الإسلام بتفصيلها بالحقوق بتاعتها. فأنا في هذه الأيام براجع نفسي، براجع هذه العلاقات. فده من إمم، باب من أبواب العمل الصالح اللي هتسأل عنه. فمن باب أولى إمم، مضاعفة الأجر للعمل الصالح في هذه الأيام، أرجع تاني أعمل عملية مراجعة على كل علاقاتي سواء مع الله أو مع العباد. إمم، هنا المفهوم العبادي في الإسلام أشمل بكتير من الشكليات. لا، جوهر العبادة إيه؟ كنه العبادة إيه؟ إن إحنا نقبل على الله سبحانه وتعالى بقلب سليم. إذا كانت ليلة القدر هي ليلة الفرقان، هي ليلة الغفران، هي ليلة التوبة، الرحمة، البركة، العتق من النار، لا يبقى محتاجة مننا انتباه لهذه الأمور، وإن إحنا فعلا نقبل على الله تمام، بهذا القلب إمم. السليم. نعم. تمام. باشكر حضرتك في النهاية فضيلة الدكتورة منى صبحي، دكتوراه في التربية ورئيس المنتدى العالمي للفكر والثقافة، على وجود حضرتك معانا شرفتينا، وكل عام وحضرتك بخير. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. احنا في أيام عظيمة وفي ليالي عظيمة، ما ينفعش إن احنا نتركها أبدا لأي شيء يشغلنا عنها. كل شيء ممكن يعوض بعد رمضان، ولكن هذه الأيام لا تعوض. الله أعلم احنا هنكون موجودين رمضان القادم ولا لأ، وهنبلغ رمضان القادم ولا لأ. فنشتغل دلوقتي بكل عزيمة وبهمة، ونضع لأنفسنا جدول، ولكن جدول للطاعة والعبادة يكون جدول واقعي ومناسب لقدراتنا ومناسب لظروفنا. بلاش نمشي على جداول ناس آخرين إن احنا يعني ناخد منهم ونقول هنعمل ده، لكن لأ، كل واحد يمشي على جدوله اللي حطه طبقا لظروفه وطبقا لقدراته. بإذن الله ربنا يجعلنا من عتقاء هذا الشهر الكريم ويبلغنا وإياكم ليلة القدر. انتهت حلقة قوارير اليوم، وإلى أن نلقاكم نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.